السلام عليكم. في الوقت ده محتاجين حاجة باردة ترطب على القلب. النهاردة هوريكم ازاي تعملوا المدلوقة الشامية. هنعملها بطريقة مختلفة وجديدة، وهنعمل فوقها طبقات منعشة، كل طبقة أحلى من التانية، كلها على بعضها حلوة. يلا نبدأ بالمقادير. طاسة على النار وبحط فيها 3 معالق كبيرة سمنة، وبحط عليها كوباية من دقيق السميد، وبفضل أقلب لحد ما تتحمر، وبحط عليها كوباية مية، وافضل أقلب لحد ما تشرب كمية المية، وباضيف عليها نص كوباية سيرب أو شربات. عملناه مع بعض كتير قبل كده في الحلويات الشرقية، هو ده المكون اللي هيخليها تتماسك مع بعض. أول ما توصل للقوام ده برفعها من على النار، بحطها في صينية وبفردها وأساوي الوش كويس، حاطة في الصينية ورقة خبز علشان في الأطراف علشان أعرف أطلعها بسهولة. نيجي للطبقة التانية، هحتاج نص لتر حليب، وبضيف عليه 5 معالق كبيرة ممسوحة دقيق، ومعلقتين كبار ممسوحين نشا، و4 معالق سكر أو حسب ذوقكم، وباقلبهم على البارد لحد ما النشا والدقيق يدوب، وباحطها على النار وأفضل أقلب لحد ما تتقل. أول ما المضرب يعمل فيها خطوط واضحة كده بارفعها من على النار وباضيف عليها ظرف فانيليا، وباضيف المهلبية دي أو القشطة على طبقة السميد وأسيبها تبرد، وبادخلها التلاجة علشان تتماسك. وبعد ما اتمسكت زوقتها بقطع من الفراولة، هي ممكن تتقدم كده أو ممكن نعمل فوقها طبقة تالتة. عملت جيلي، فمشيت على نفس الخطوات اللي مكتوبة على علبة الجيلي، وباصُبّه عليها وبادخّلها الفريزر ساعتين أو لحد ما تتماسك. شكلها خطيرة وكل طبقة فيها حلوة والميكس كُلّه حلو، وبالهنا والشفا لكل اللي هيجرّبها. وما دام وصلتم معايا لآخر الفيديو، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. أشوفكم على خير في فيديو جديد قريب إن شاء الله، وباي باي.